لو اصطدت اي واحد ماشي في الشارع وسالته ايه الفرق بين السكر النوع الاول والنوع الثاني، هيجاوبك بكل بساطه السكر النوع الاول هو نقص الانسولين، انما النوع الثاني هو مقاومه الانسولين. طيب تعالوا نفهم الفرق بين الانسان الطبيعي والسكر النوع الاول والثاني يعني ببساطه كده. بصوا على الصوره ديت، ولنفترض ان الانسان طبعا بياكل سكر جلوكوز. الجسم عشان ينتج طاقة أو يستفيد من الأكل ده وينتج طاقة، لازم حاجة تدخل السكر ده جوه الخلية عشان الخلية تقدر تستفيد بيها. طيب فلنفترض إن إحنا عندنا عضو اسمه البنكرياس. البنكرياس ده بيطلع أنسولين. الأنسولين ده هنرمز له بالمفتاح، والخلية ديت هنرمز لها بالباب، نفس الصورة اللي قدامك دي كده. طيب الانسان الطبيعي عنده مفتاح وعنده باب، فبالتالي المفتاح هيفتح الباب والجلوكوز هيدخل جوه الخليه، الباب ده اللي هو الخليه. فالجلوكوز هيدخل جوه الخليه، فالخليه هتستفيد بالطاقه وتنتج طاقه. طيب السكر النوع الاول نقص انسولين. الانسولين ده هنرمز له بالمفتاح. طيب انا ما عنديش المفتاح ده بس عندي الباب، فما عنديش مفتاح مش هعرف افتح الباب، فالسكر هيفضل موجود بره. طيب السكر لما بيبقى موجود بره بيبقى توكسيك يعني مدمر للخلايا. ده السكر النوع الاول. طيب السكر النوع الثاني، احنا قلنا عندنا مفتاح اللي هو الانسولين وعندنا خلايا اللي هي الباب. انا عندي المفتاح عندي الانسولين بس الباب مقفول، فمش هعرف افتح الباب، فالسكر مش هيعرف يدخل جوه الخليه، فده اسمه مقاومه الانسولين، فهيبقى برضه موجود بره وهيبقى توكسيك على الخلايا. ده ببساطه الفرق بين السكر النوع الاول والسكر النوع الثاني والانسان الطبيعي. ولو عاوز تبقى جامد اشترك في قناه شمس حاجة.